دابا بعد ما فطرت الحمد لله الحريشات جاو غزالين بزاف بزاف، يستاهلوا التجربه. نمشيو نكملوا على شغلنا ونصايبوا الهريسه. الحرور بطبيعه الحال كان غسلته البارح، لكن قبل ما نبداو ضروري من ليقات، حيت كيكون حرور حار بزاف وانا في الطبيعه كنحك عينيا مره فمن الاحسن ناخذوا الاحتياط، نستعملوا الليقات ما فيها بس، واخا ما كنحملهمش في الحقيقه. غنقطعوا الفلفله على جوج ونزولوا لها كاع ديك الزريعه اللي فيها، داك الخيط اللي كيكون في الوسط. انا مشيتش بزاف، غير كيلو واحد. انا غنستمر هكا نقي كاع الكميه اللي عندي، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنا غنضيف جوج حرورات حلوين باش يهرسوا لينا شويه ديك الحروريه تاع الحار. ولكن الا كتعجبكم الهريسه حاره فبلاش. تا هما نحيد لهم كاع ديك السريعه، نقطعهم طراف صغار. انا قبل كنت عملت واحد القدره فيها شويه د الماء سخون، واحد طرف د الحامض باش متكحاش لينا القدره. غنضيف على الكميه تاع الحرور واحد الحبناك صغيره تاع الثومه، وغنخليهم يفوروا واحد 20 دقيقه حتى نص ساعه هكاك. فوالا دابا كلشي طاب، غنفوت دابا نطحنهم مزيان. هاد لاباري اللي عندي انا ما كطحنش مزيان، فضروري اي كميه نطحنها كنعاود نصفيها. ولا ما حيدش منهم بزاف القشور ديال الحرور. غنعملو فواحد المقله ونرجعهم فوق العافيه باش يتشحروا شي شويه. في هاد الاثناء غنضيف ليهم ورقه سيدنا موسى، انا كنحتفظ بهم هكا خضر في الكونجيلاتور. غنضيف لهم واحد الكاس ديال الزيت، كان عندكم زيت الزيتون كان افضل. واحد المعلقه ديال الملحه، نص كاس تاع الحصير تاع الحامض، وكنخليهم يتشحروا على خاطرهم. ما تعملوش الخطا ديالي، ما تعملوش بحالي، خصكم تعملوا واحد المقله شويه غارقه او مرميطه من الاحسن، باش مبقاش يطير لكم هكا في البوطاجي. انا كاع روت الدنيا. هي بدات كتعقاد وكتشحر. ضروري ما نقي شويه الدنيا، سينو غترجع البوطاجي كله احمر. بعد ما تشحرت لينا مزيان غنعملو في بقالات صغارين اللي انا ديجا معقماهم مزيان ومنشفاهم كذلك. صدقوني انا دقت بزاف ديال انواع الهريسه في المناسبات ولا من غير مناسبات، سورتو ديال السوق ما فيها ما يتشاف، فيها ما يتتكل، لا علاقه مع هذه اللي كنصايبو في الدار. كلها مواد حافظه وكلها ملونات، شي حمر شي خضر، فما كانش احسن من نعملو شي حاجه نعملوها نقيه في دارنا. غنمسح البقالات مزيان ونغطيهم كذلك مزيان، لاني غنعاود نزيد نطيبهم باش نعقمهم مليح، فضروري نسدوهم مليح مزيان. باردون. هذه ما كانش عندي فيها بزاف فغنخليها غير في الثلاجه، لهذا انا غنمسحها
وغنضيف ليها الزيت ونخليها غير في الباب تاع الثلاجه لاستعمال يومي. غادي نجيب واحد الطنجره ونوضع فيها البقالات ديالنا ونعمر فيها من الماء طايب تقريبا حتى الغلاقه ونحبس ونرجعهم يطيبوا فوق العافيه. اون فوا كيبديو يغليو غنحسب لهم واحد 10 دقائق هكاك ولا ونطفي عليهم. الوالده ديالي الله يرحمها كانت كتعقم اي حاجه كانت كديرها. كانت عندنا ثلاجه صغيره ما كانش عندنا كونجيلاتور كبير بحال اليوم، فكانت اي حاجه تجي على بالك كترقدها بهذه الطريقه. قرنيع، جلبانه، الفول، المهم اي حاجه تجي على بالك، وهكا تحتفظ بحوايج العام كله. نهزهم نقلبهم على وجههم بهذه الطريقه ونخليهم حتى كيبردوا، عاد نقلبهم على وجههم ونخليهم غير في البلاكار ما يبقى عليهم حتى حاجه. ودابا نمروا التدبيره الثانيه. فواحد المقله انا عملت فيها شويه الزيت بكميه شويه كبيره، ضفت عليهم الثومه اللي كنت خليتها على جنب، واحد جوج فصوص او 3 تاع الثومات هكاك مشلضين صغير بزاف. غنحاول نشحرهم واحد شويه وغنضيف لهم مطيشه قطعه طراف صغار. هنا عملت تقريبا 5 تاع المطيشات. غنخليهم يتشحروا شي شويه، عاد غنضيف عليهم الحرور. وباش يجيكم الحرور حلو ولذيذ ما تستعملوش الماء نهائيا باش هكاك يحتفظ على النكهه ديال الفخار او الفران فين شويتوه نتوما. بعد ما طيب مطيشه واحد شويه غنضيف ليها الملحه ونضيف الحرور مشلط بطبيعه الحال، وغنضيف ليها واحد 2 معالق صغارين تاع الهريسه اللي صايبنا اليوم. باش نحتفظوا عليها نعاودو نغرقوها بالزيت ونرجعوها للباب تاع الثلاجه. الحرور صافي طاب الحمد لله. انا ما عنديش لي بواط نتاع الزاج فغنخليها حتى تدفى، عاد نعمرها في لي بواط ديال لي بلاستيك. نتوما اللي عندكم الزاج عملوها هكاك طيبه ماشي مشكل. هكا نحتفظ بالحرور سيمانه كامله، ماشي كل مره نخرج ونتقطى ونجي نشوي. نجيب كميه كبيره ونشويها مره واحده ونصايبها مره واحده، نعملها في دي بواط. وحده انا نعملها في الكونجيلاتور، وحده ناكلها في هاد السيمانه نخليها غير في الباب تاع الثلاجه. بالنسبه للقزبر انا البارح غسلت واحد ربطه معدنوس وربطه قزبر ونشفتهم مليح، ما خصش يبقى فيهم الماء نهائيا. نقطعهم نقردهم طراف صغار، غنضيف لهم معلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه كبيره ديال الزيت، نخلطهم مزيان نعملهم فواحد البقال اللي غنغطيه بالزيت ونسد عليه ونخليه غير الباب تاع الثلاجه سيمانه كامله وانا نستعملوه ما غيوقع عليه حتى حاجه. فبالنسبه للثومه انا كنت ديجا غسلتها ونشفتها مليح، ما خص ما يبقى فيها حتى نقطه الماء. غنطحنها ونرجعها على شكل بيغي مطحونه مزيان. غنضيف ليها واحد 2 معالق كبار تاع الزيت، كان زيت الزيتون يكون احسن بطبيعه الحال. ملقه صغيره ديال الملحه ونرجعو نطحنوهم مزيان ترجعوا لنا بيغي بحال هذا الشكل. فواحد البقال اللي كنا ديجا معقمينو بطبيعه الحال ونشفينو مليح. غنعمروه مزيان، نمسحوا له الجوانب كذلك، نخرج منه كاع الهواء اللي فيه، وغنغطيه بالزيت نغطيه مليح. وهذه نحتفظ بها غير في الباب ديال الثلاجه لاستعمال يومي، غادي يجيب لك مده طويله. طبيعه الحال كل ملي كان ينقص لنا الزيت كنعاودو نعمروها بالزيت. والكميه المتبقيه غنضيفها فواحد البقال كذلك ونديرها في الكونجيلاتور. ما تخافوش منها، الزيت اللي فيها والملحه ما غاديش يخليوها تجمد. غنقدو نحيدو غير بالمعلقه الكميه اللي بغينا ونرجعوها لبلاصتها.
وهكا سقينا الثومه. نتلاقاو من بعد ان شاء الله. وهكذا كنا درنا 3 تدابير في يوم واحد. عملنا الثومه والهريسه والشرموله والحرور اللي غنستافدوا بهم سيمانه كامله ان شاء الله يا ربي الكريم. وبالنسبه للهريسه نعملها غير في البلاكار، ما يوقع عليها حتى حاجه، عام عامين كتبقى هي. وهكذا كملنا لا فيديو ديالنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا يا ربي الكريم. فخليتكم على خير، الى اللقاء.